لو بتعاني من حساسية أنف، انسداد، عطس على طول، أو حتى لحمية تعب نفسك، أكيد سمعت عن بخاختين مشهورين جدا، بيكلو ونازونيكس. بس السؤال اللي بيحير ناس كتيرة، مين فيهم أقوى؟ مين آمن أكتر؟ وإمتى استخدم ده؟ وإمتى اختار التاني؟ في الفيديو ده هفهمك الفرق بينهم ببساطة من غير مصطلحات معقدة عشان تختار الصح وتتنافس صح. فيلا بينا نبدأ. هنبدأ الأول ببخاخ البيكلو، والاسم العلمي بتاعه هو البيكلو ميثازون. وده مش بخاخ عادي بيرطب الأنف وخلاص، لا، ده كورتيكوستيرويد موضعي، يعني من عيلة أدوية قوية جدا في إيقاف الالتهاب، بس بيشتغل في مكانه بس من غير ما يأثر على جسمك كله. البخاخ أول ما بيدخل جوه الأنف، المادة الفعالة بتبدأ تشتغل على خلايا المناعة اللي بتبقى هي اللي عاملة القلق. بتروح تمسك في مستقبلات اسمها جلوكوكورتيكويد ريسبتورز جوه الخلايا دي. لما بتمسك فيها بتوقف إنتاج المواد اللي بتسبب الالتهاب، زي الهستامين، ليكوترينز والبروستاجلاندينز. كأنها بتقول للجهاز المناعي اهدى شوية، مفيش حاجة تستدعي الحرب دي. النتيجة الاحتقان بيخف والمخاط بيقل ومناخيرك بتتفتح، والنفس بيرجع طبيعي من غير عطس ولا رشح. المميز بقى في بخاخ البيكلو انه بيشتغل موضعي، ففرص حدوث اعراض جانبية على باقي الجسم قليلة جدا، وفعاليته بتبان خلال ايام. بس عشان يشتغل بكامل قوته لازم استخدام منتظم، مش لما تتزنق بس. وملحوظة مهمة، ما ينفعش تستخدمه بطريقة عشوائية أو لفترات طويلة من غير متابعة دكتور، عشان لو زودت الجرعة أو طولت في استخدامه ممكن يحصل ترقق في بطانة الأنف أو نزيف بسيط. ومن هنا خلينا نعرف دواعي استعمال بخاخ البيكلو أو مين الناس اللي ينفع يستخدموه. أول حاجة بنوصفه لعلاج التهاب الأنف التحسسي والوقاية منه. يعني إيه؟ يعني لما تكون بتعطس طول الوقت، مناخيرك مزنوقة، مليانة مخاط، عندك حكة في المناخير والعين، وصمع التراب أو الربيع أو حتى وبر القطط، هنا البخاخ بيهدي الالتهاب ويقلل الحساسية اللي عمالك الدوشة. كمان بنوصفه في التهاب الأنف الغير تحسسي، يعني نفس الأعراض بتاعة الحساسية بس مش بسبب حاجة معينة. مفيش تحليل طلع إن عندك حساسية، بس برضه مناخيرك مش مظبوطة وعندك رشح وعطس مزمن. بيكلو هنا بيشتغل كمنظم طبيعي، يقلل الالتهاب ويظبط الإشارات اللي بتخلي مناخيرك تبهدل في نفسها. كمان في حالات السلائل الأنفية أو النيزل بوليبس، عارف لما يبقى عندك لحمية جوه الأنف عاملة كده زي كتل صغيرة بتسد النفس، بيكلو بيستخدم في الحالات دي عشان يقلل من حجم اللحمية شوية ويمنعها تكبر أكتر ويحسن التنفس. كمان بيوصف بعد عمليات الجيوب الأنفية أو اللحمية. بعد العملية ممكن الدكتور يكتب لك عليه عشان يمنع رجوع الالتهاب ويحافظ على فتح مجرى التنفس، ولكن ده بعد مدة من التئام الجرح. طيب إيه هي الآثار الجانبية للبيكلو؟ يعني إيه اللي ممكن يحصل لو استخدمته بزيادة أو جسمك حس بيه زيادة عن اللزوم؟ أول حاجة جفاف في الأنف أو تهيج خفيف، تحس إن مناخيرك ناشفة، فيها إحساس لسعة بسيطة بعد البخاخة، وده وارد جدا في أول كام يوم، زي ما تكون بتدهن مطهر على جرح، بتحس بلذعة بسيطة كده، بس بعد كده الدنيا بتهدى. كمان ممكن يسبب رشح دم خفيف أو نزيف بسيط من الأنف. ممكن تلاقي شوية نقط دم على المناديل، وده بيكون بسبب إن البخاخ جرح الأنسجة الداخلية للأنف، خصوصا لو بتحطه غلط، يعني البخاخ بيصطدم بجدار الأنف مباشرة. والحل إنك تستعمل البخاخ بزاوية خفيفة لجوه مش على الجدار مباشرة. كمان ممكن يسبب التهاب أو قرح في الأنف. لو فضلت تستعمله لفترة طويلة من غير إشراف ممكن يحصل التهاب أو حتى تقرح بسيط في الغشاء المخاطي جوه الأنف، بس ده نادر وبيظهر أكتر مع الاستخدام المفرط أو الجرعات الكبيرة. كمان ممكن يسبب بحة في الصوت أو كحة خفيفة. لو البخاخ نزل في الزور ممكن تحس ببحة شوية أو كحة بسيطة، عشان كده بننصح دايما إنك تتمضمض بمية بعد الاستخدام عشان تشطف أي بواقي. كمان ممكن يسبب عدوى فطرية في الأنف أو الحلق، لأن الكورتيزون بيقلل المناعة الموضعية، فممكن في حالات قليلة جدا يحصل فطر بسيط في المنطقة دي، وده بيبان على شكل بقع بيضة في الحلق أو ألم بسيط مش بيروح. كمان ممكن يسبب تأثير بسيط على نمو الأطفال، ده لو استخدم لفترات طويلة، وده بيحصل لو الطفل بيستعمله لفترة طويلة جدا وبجرعات كبيرة ومن غير متابعة. لكن في الجرعات العادية وتحت إشراف الدكتور مفيش أي خوف إن شاء الله. طيب إيه هي موانع استخدام البيكلو بخاخ؟ يعني إمتى نقول لأ ما ينفعش تستعمله دلوقتي، أو خلي بالك تكلم دكتورك الأول؟ أول حاجة لو عندك عدوى نشطة في الأنف، يعني مناخيرك فيها التهاب صديدي، ريحة وحشة أو إفرازات غريبة، ساعتها ما ينفعش تستخدم البخاخ لوحده كده، لأن الكورتيزون ممكن يقلل المناعة ويزود العدوى. كمان لازم تعالج العدوى الأول وأنت بتدي البخاخ. تاني حاجة لو لسه عامل عملية في الأنف أو لسه في جرح، يعني لو عامل عملية لحمية أو تنظيف جيوب أو عندك جرح لسه بيلتئم، ساعتها استخدام البخاخ ممكن يبطئ الشفا شوية. الحل إنك تستنى لما الدكتور يقول لك إن الجرح التئم تماما وبعد كده تقدر تستخدمه. كمان لو عندك حساسية شديدة من المادة الفعالة، وده نادر جدا بس وارد، لو استعملت البخاخ وحسيت بكتمة نفس، حكة شديدة، تورم في الوش أو الشفايف، ساعتها دي علامة تحسس، وقف البخاخ فورا وروح أقرب طوارئ. كمان لو عندك قرحة داخل الأنف أو نزيف متكرر، لو مناخيرك بتنزل دم كتير أو عندك تقرحات قديمة مش بتخف، ساعتها الكورتيزون ممكن يخلي الوضع أسوأ، يبقى لازم تقييم من دكتور أنف وأذن الأول. كمان ممنوع على الأطفال أقل من 6 سنين، استخدامه للأطفال بيكون بحساب وبمتابعة لأن الجرعة بتختلف والجسم حساس أكتر للكورتيزون.
كمان لو بتستعمل أدوية كورتيزون تانية بجرعات كبيرة، لو بتاخد كورتيزون فموي أو عن طريق الحقن لفترة طويلة، لازم الدكتور يعرف عشان ما يبقاش فيه تراكم في الجرعة الكلية وتأثير على المناعة أو الغدة الكظرية. طيب، كلام جميل. إيه بقى الجرعة الصح لبخاخ البيكلو بتاع الأنف؟ حسب المصادر الطبية الجرعة للكبار بتكون بختين في كل أنف مرة أو مرتين يوميا. أما الأطفال من سن 6 سنين لعمر 11 سنة فالجرعة بتكون أخف، يعني بخة واحدة في كل فتحة مرتين يوميا، ولو الحالة اتحسنت بنقللها لبخة مرة واحدة يوميا فقط. وخد بالك ممنوع الاستخدام للأطفال أقل من 6 سنين إلا تحت إشراف طبي. وعشان البخاخ يشتغل كويس لازم تستخدمه بانتظام مش لما تتزنق بس، وغالبا النتيجة بتبدأ تبان بعد يومين ل3 أيام، وأقصى تحسن بيظهر بعد أسبوع لأسبوعين. طيب، هل ممكن أوقفه فجأة؟ لو بتستخدمه لفترة قصيرة أقل من شهر تقدر توقفه عادي، لكن لو بقالك شهور عليه الأفضل تقلل الجرعة بالتدريج تحت إشراف دكتور خصوصا في الأطفال. نروح بقى للنازونيكس بخاخ، واسمه العلمي الموميتازون فيوريت، وده بطل تقيل في لعبة تنظيم النفس وراحة المناخير، بس لازم تفهمه صح. ده نوع من أنواع الكورتيكوستيرويد الموضعي، يعني من نفس العيلة بتاعة البيكلو، بس أحدث شوية وأقوى في التحكم في الالتهاب. بيشتغل إزاي؟ أول ما بترش النازونيكس جوه الأنف المادة الفعالة بتدخل على طول الخلايا المناعية الموجودة في جدار الأنف، تروح بقى تمسك في مستقبلات الكورتيزون أو الجلوكوكورتيكويد ريسبتورز وتبدأ تعكس الإشارة اللي بتقول هاجم وتقول بدلها اهدى يا عم. والنتيجة بيقل إفراز المواد الالتهابية بنسبة كبيرة جدا، فبيقل الاحتقان والمخاط والحكة والعطس. وكمان بيقلل نشاط بعض أنواع الخلايا زي الإيزينوفيلز والماست سيلز، واللي بيبقوا نشيطين جدا في حالات الحساسية. الفرق بقى إن الموميتازون تحديدا بيتميز عن غيره بحاجتين: قوته العالية في السيطرة على الالتهاب حتى بجرعات صغيرة، وامتصاصه الضعيف جدا في الجسم، يعني شغله كله بيكون في الأنف بس، وده يقلل جدا من حدوث أي أعراض جانبية على الجسم. طيب، إمتى نستعمله أو دواء استعمال النازونكس إيه؟ بالبلدي كده إمتى الدكتور يكتبه لك يعني؟ أول حاجة في حالات التهاب الأنف التحسسي سواء موسمي زي الربيع أو الخريف أو طول السنة بسبب التراب أو الحيوانات أو الريحة أو الرطوبة. لو بتحس إن مناخيرك عاملة حفلة، عطس، في رشح، في انسداد، في حكة، في عين بتدمع، فالنازونيكس هو البطل اللي بيهدي كل ده. كمان التهاب الأنف الغير تحسسي، يعني عندك نفس الأعراض بس مفيش تحاليل طلعت حساسية، هنا النازونيكس برضه ينفع لأنه بيعالج الالتهاب نفسه سواء جاي من حساسية أو مش معروف السبب بتاعه. كمان في حالات السلائل الأنفية أو النيزل بوليبس اللي هي لحمية الأنف، كتل صغيرة بتتكون جوه المناخير تسد النفس وتخلي صوتك دايما مكتم، نازونيكس هنا مش بس بيقلل حجمها، ده كمان بيمنع إنها تكبر أو ترجع بعد العملية. كمان الوقاية من الحساسية قبل الموسم، لو أنت عارف إن الحساسية بتقابلك في نفس الوقت من كل سنة، الدكتور ممكن يكتب لك النازونيكس تبدأ عليه قبل الموسم بأسبوعين عشان تمنع جسمك من الدخول في حالة طوارئ. واحيانا بنستخدمه في الجيوب الانفيه المزمنه او الكرونيك رينوساينوسايتس. لو عندك احتقان مستمر في الجيوب الانفيه ودوخه وخنقه مزمنه، الدكتور ممكن يضم النازونكس ضمن خطه العلاج كجزء من السيطره على الالتهاب. طيب، ايه الاثار الجانبيه اللي بخاخ النازونكس؟ يعني لما تستعمله ايه الحاجات اللي ممكن تلاحظها؟ مش شرط تحصل لك بس تبقى واخد بالك. اول حاجه جفاف او تهيج خفيف في الانف، تحس ان مناخيرك ناشفه او فيها لسعه بسيطه اول ما ترش البخاخ. ده طبيعي جدا في اول ايام، الجسم بيبدا يتعود عليه وبعد كده الاحساس ده بيختفي. كمان رشح دم خفيف أو نزيف أنفي بسيط، ممكن تلاقي نقطة أو نقطتين دم وأنت بتنضف مناخيرك، وده بيحصل لو بخيخة البخاخ في اتجاه غلط، يعني صوبته على الحاجز اللي في نص المناخير فعمل التهيج. والحل إنك تبخ البخاخ بزاوية خفيفة ناحية بره مش ناحية الحاجز. كمان التهاب في الحلق أو بحة في الصوت، لو البخاخ نزل على الزور ممكن تحس بخشونة في الصوت أو كحة خفيفة، ودي بتقل لو اتمضمضت بعد البخة، مجرد مية بس تشطف الزور هتمنع أي مشاكل. كمان صداع بسيط، في بعض الناس بيحسوا بصداع خفيف في أول كام يوم بس نادر جدا، ولو حصل بيختفي مع الوقت. كمان ممكن يسبب عدوى فطرية في الأنف أو الفم، وده نادر برضه عشان الكورتيزون بيقلل المناعة الموضعية، وممكن في حالات قليلة جدا يحصل فطر أبيض في الفم أو الأنف. كمان تأثير على النمو في الأطفال لو استخدمناه لفترات طويلة، يعني لو الطفل بيستعمل النازونكس شهور طويلة من غير متابعة ممكن يبطئ النمو شوية، بس ده بيظهر في حالات قليلة ومع جرعات كبيرة. طيب يا عم، إيه هي موانع استعمال بخاخ النازونكس للأنف؟ يعني إيه الحالات اللي نقول فيها وقف فورا أو استنى واسأل الدكتور؟ أول حاجة الأطفال أقل من سنتين، النازونكس مش آمن للأطفال أقل من سنتين، ويستخدم بحذر في الأطفال الأكبر وتحت متابعة الدكتور عشان ما يأثرش على النمو على المدى الطويل. كمان لو عندك حساسية من المادة الفعالة، يعني لو جربت نازونكس قبل كده وحصل لك تورم في الوش أو الشفايف، كتمة نفس، حكة شديدة، يبقى جسمك بيقول لك أنا مش متقبله، وساعتها لازم توقفه فورا وتروح أقرب طوارئ. كمان لو عندك عدوى نشطة في الأنف بكتيرية أو فطرية، يعني لو مناخيرك فيها إفرازات لونها أصفر أو أخضر وريحة مش لطيفة وسخونة أو ألم، ده معناه إن في التهاب حاد. في الحالة دي استخدام النازونيكس ممكن يزود العدوى لأنه بيهدي المناعة شوية، والحل إنك تعالج العدوى الأول ووقتها تقدر تستخدم النازونيكس بأمان عادي.
كمان لو لسه عامل عملية في الأنف أو عندك جرح لسه مش ملتئم، يعني لو عامل عملية تنظيف جيوب أو شلت لحمية قريب وما فاتش وقت كفاية، استخدام البخاخ ممكن يأخر التئام الجرح أو يسبب تهيج. كمان لو عندك نزيف متكرر من الأنف أو تقرحات داخلية، ناس عندهم شعيرات دموية ضعيفة جدا أو مشاكل في بطانة الأنف، البخاخ ممكن يزود النزيف أو يعمل تقرحات أكتر. ساعتها لازم تقييم من دكتور أنف وأذن قبل ما تبدأ عليه. كمان لو بتستخدم أدوية كورتيزون تانية بجرعات عالية، لو بتاخد كورتيزون بالفم أو حقن زي البريدنيزولون لفترات طويلة، فلازم الدكتور يبقى عارف عشان ما يكونش فيه تراكم في الجرعة الكلية ويأثر على الغدة الكظرية. كلام جميل. إيه بقى الجرعة المعتادة للنازونكس؟ الكبار من 12 سنة أو أكتر، الجرعة في البداية بتكون بختين في كل أنف مرة واحدة يوميا، يعني 2 شمال و2 يمين. لو الحالة اتحسنت، الدكتور ممكن يقلل الجرعة لبخة واحدة في كل فتحة مرة يوميا كجرعة صيانة. أما بالنسبة للأطفال فبتكون بخة واحدة في كل أنف مرة واحدة يوميا، وطبعا ممنوع للأطفال أقل من سنتين. طيب إمتى بيبدأ يشتغل؟ بتحتاج من يومين ل3 أيام عشان تبدأ تحس بتحسن، وأفضل نتيجة بتظهر بعد أسبوعين تقريبا من الاستعمال المنتظم. وتقدر توقفه فجأة لو استخدمته بفترة قصيرة أقل من شهر، لكن لو استمريت عليه شهور الأفضل توقفه بالتدريج تحت إشراف الدكتور. والنازونيكس ليه بدايل بنفس المواد الفعالة زي النورينوز والتابونيكس. دلوقتي بقى نخش على السؤال اللي هيحسم الجدل دايما: مين الافضل، البيكلو ولا النازونكس؟ الاتنين من عيله واحده، كورتيكوستيرويد موضعي، والاتنين شغالين على نفس الهدف: يروقوا الانف ويهدوا الالتهاب ويرجعوا النفس طبيعي. بس تعالى ناخدهم واحده واحده ونفهم الفرق بين الاتنين. اول حاجه من حيث القوه والفعاليه، فالنازونكس ده لعيب تقيل بيشتغل بقوه على الالتهاب، وبيتميز انه بيهدي الانف حتى في الحالات اللي فيها حساسيه شديده او لحميه. البيكلو كويس وفعال خصوصا في الحالات البسيطة أو المتوسطة، ولكن مفعوله أضعف من النازونكس خصوصا في الحالات اللي بقالها كتير أو فيها تضخم في الأنسجة، والنازونكس يكسب هنا. تاني حاجة الامتصاص داخل الجسم، النازونكس شبه ما بيدخلش الدم أصلا، يعني آمن جدا على الجسم خصوصا مع الاستخدام الطويل. أما البيكلو فبيدخل في الدم بنسبة أكبر شوية، مش خطير بس مش في نفس أمان النازونكس. تاني النازونكس هو اللي متفوق. تالت حاجة راحة في الاستخدام، ناس كتيرة بيقولوا إن النازونكس ألطف على الأنف وما بيعملش إحساس لسعة أو جفاف زي البيكلو عند بعض الناس. البيكلو ممكن يسبب تهيج أو إحساس ناشف شوية في الأنف خصوصا أول ما تبدأ تستخدمه، والنقطة دي برضو تروح للنازونكس تاني. رابع حاجة بقى السعر والتوافر، البيكلو ثمنه 48 جنيه ونص، أرخص ومتوفر أكتر في الصيدليات، ولو معاك تأمين أو ميزانيتك محدودة هيكون حل عملي جدا. أما النازونكس فتمنه 157 جنيه، فغالي شوية، وممكن يكون مش متوفر في بعض الأماكن أو محتاج وصفة طبية. هنا البيكلو بيتفوق من ناحية السعر. طيب مين الأفضل في النهاية؟ لو حالتك بسيطة، رشح خفيف، حساسية موسمية، عطس من تراب، البيكلو هيقوم بالواجب ومش هيأثر خصوصا لو عايز حل اقتصادي. لكن لو حالتك مزمنة أو تقيلة شوية، لحمية، حساسية مزمنة، التهاب بقاله سنين، نازونيكس هيكون اختيار أنسب وأقوى خصوصا لو عايز حاجة مريحة وآمنة على المدى الطويل. وفي النهاية الاتنين بخاخات ممتازة، بس اختيارك ما بين بيكلو أو نازونيكس بيعتمد على حالتك وشدة الأعراض والميزانية. المهم تستخدم البخاخ بالطريقة الصح وبإشراف دكتور. لو استفدت متنساش تعمل لايك، تشترك في القناة، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. في النهاية سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.